السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. طيب النهاردة هنتكلم على حاجتين. هنتكلم مبدئيا على زيزو وتصريحات زيزو مع إبراهيم فايق، وتاني حاجة أصلا هنتكلم عليها وهي خاصة برضه بإبراهيم فايق، تصريحات تركي الشيخ أو البوست بتاع تركي الشيخ اللي كان بعته لإبراهيم فايق ورد إبراهيم فايق عليه، وإن دلوقتي جماهير الزمالك كلها قلب على إبراهيم فايق. طيب أول حاجة هنتكلم عليها وهي تصريحات زيزو مع إبراهيم فايق. بصوا يا جماعه، للامانه يعني زيزو، انا شفت ردود افعال زملكاويه كتير على التصريحات بتاعت زيزو. في اللي قاعد لسه مصر ان هو ما يصدقش ان هو يتكلم، وان زيزو ده خاين وعميل وعمل كل حاجه عشان يهد نادي الزمالك بعد حتى التصريحات اللي احنا سمعناها، اللي على فكره على مدار السنه اللي فاتت من بدايه صعود او طلوع اشاعات ان زيزو هينتقل للنادي الاهلي، في كلام اللي زيزو قاله اساسا في ناس في الزمالك صرحت بيه، بما فيهم مثلا الحته اللي زيزو قال عليها بتاع ان عقده مع نادي الزمالك او في الاخر خالص اللي اتعرض من نادي الزمالك كان اعلى بكتير من اللي معروض بالنادي الاهلي. تصدق بقى ما تصدقش، دي حاجه ترجع لك، بس بص بقى وافهم الكلام ده كويس قوي. لو انت فعلا شايف ان زيزو الشيطان الاعظم في القصه بعد كل اللي بيتقال، وان بعد حتى الحلقه لما استاذ جمال العدل طلع حاول يظبط الصوره هو والاستاذ احمد سالم، ما طلعوا حاولوا يصلحوا الصوره ان هم يكدبوا زيزو وبعد كده اتسربت الفيزا اللي بتثبت ان زيزو ما طلعش فيزا عشان هو يسافر مع النادي الاهلي، اللي شفنا بقى ردود افعال ناس كتير، واصلا هو مكتوب لعيب كوره مش مكتوب لعيب كوره. يعني مش انت واحد بيطلع فيزا لاي بلد في الدنيا، انت عايزه يكتب في خانه العمل ايه؟ يعني ان هو مكتوب في خانه العمل لعيب كوره، يعني هو مكتوب يكتب سباك يعني عشان يبقى ما يبقاش طالع مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ ما هو طبيعي يا جماعه، اي حد بيطلع فيزا لازم هيكتب في خانه المهنه مهنته ايه. يعني مش فاهم هو ايه الصعب في ده. والناس اللي بتكذب الصفقات اللي اتعرضت على زيزو والارقام، واصل ده مش حقيقي، وورونا الصفقات لو تقدروا، واتسربت بعد كده الصفقات اللي اتبعتت لنادي الزمالك اللي هو رفضها واللي بتاكد كلام زيزو. طيب انت بقى ممكن تعيش الدور ان النادي الاهلي كان هو اللي مخطط كل ده، وهو اللي مجهز الاوراق دي كلها، وهو مطلع زيزو وقايل لزيزو يقول ايه في الحلقه وما يقولش ايه في الحلقه، وازاي يطلع الغلبان البريء وانت يا سيدي المظلوم في روايه كل الناس مش روايه احدهم. هو النادي الاهلي اللي خلاك ترفض العروض اللي مظبوطه اللي جات لزيزو دي، هو اللي خلاك تطلع تدلي بتصريحات بتهين في زيزو ووالد زيزو. طيب ما هو بالعقل كده يا جماعه، يعني لما هو يبقى ده مشاكل حصلت منكم انتوا، وانتوا مصرين ان الاهلي هو اللي بيحاول وعمال بيهبط في الزمالك والكلام ده كله، طب ماشي، والحاجات اللي عليكم انتوا ما بتتكلموش عليها ليه؟ بصوا يا جماعه عشان بس نبقى متفقين في الموضوع ده، عشان بعد كده بيطلع في ناس تقعد تغلط فيا وتشتمني وتقول لي اصل انت، طبعا انا بتكلم على جماهير الزمالك، وعلى فكره في ناس من جماهير الاهلي ما بيعجبهاش الكلام اللي انا بقوله في بعض الحلقات، بس انا قلت قبل كده انا لا هدلس لفريقي ولا هدلس على فريقي، فانا كده كده ما يفرقش معايا سواء ده بيشتم ولا ده بيشتم، انا كده كده ما يفرقش معايا. وقلتها مليون مره قبل كده، انت بحته بلاغ هترجع تعيط وتعتذر. فنرجع للكلام اللي انا كنت عايز اقوله. لو انت بجد مصدق كلام الناس دي اللي موجوده دلوقتي في مجلس اداره نادي الزمالك، ان هم فعلا مظلومين وان هم حاولوا يعملوا كل حاجه مع زيزو، ان هو زيزو هو الخاين وهو اللي باعك وراح للاهلي، يبقى انت يا ابني في حاجه في دماغك ولازم تبدا بقى تكشف وتشوف ايه المشكله اللي عندك دي، لان انت كده مش طبيعي، انت كده بني ادم مش طبيعي. تقول لي ليه؟ اقول لك ليه. لان واحد كلامه عمال يتثبت، والكلام اللي حتى اتسرب من عندكم على مدار السنه طلع هو اكد عليه، وان فعلا عرض نادي الزمالك كان اكبر. فكلامك بتاع ان زيزو جعان وشبع بعد جوع ومش عارف ايه والكلام ده، طبعا مبدئيا اللي بيقول الكلام ده طب ما هو يبقى كان جعان عندك، يعني انت طالع تقول عليه الجعان اللي شبع، طب ما هو كان جعان عندك، ده معناه انه شبع عندي. فحتى لو يعني انت كده بتهين نفسك اصلا، ما بتهنيش في حاجه، هو ما بتهنش زيزو لان واضح انك ما كنتش بتاكله يعني. فلا، انت مجلس ادارتك فيه مشاكل وانت مش عايز تشوف المشاكل، على عكسنا. على عكسنا احنا لما بيحصل مشكله واحده زي مشكله الانسحاب لما حصلت، وطلع ناس كتير قوي اعترضت على الانسحاب، وواجهنا مشاكل كبير قوي مع جماهير النادي الاهلي، واتهنا كتير قوي من جماهير النادي الاهلي شخصيا، وانت ما بتفهمش وانت ضد النادي الاهلي وانت مدلس وانت مش عارفه ايه، وسمعنا كلام قد كده، بس كنا بنقول الحقيقه. صوت السوشيال ميديا عندكم انتوا هو الوحيد اللي بيزق النادي الخراب. زقيتوا النادي الخراب ببدايه، على فكره انتوا مشاركين في مسرحيه زيزو، وانا عايز الشتايم تهل، يلا يلا يلا، ما ده اللي انت بتعرف تعمله. انت اللي من الاول خالص شاركت في قصه زيزو اساسا، لان انت من الاول اللي صدرت في مجلس اداره انك لو فرطت في زيزو يبقى انت كده مجلس الاداره ده فاشل ومش هيعرف يعمل اي حاجه في التاريخ، وينتوا يا زيزو في نادي الزمالك. فاجبرت مجلس الاداره ان هو يلجا لاي اسلوب حتى لو مش
ما فيهوش روح رياضيه ان هو يعمل اي حاجه عشان يخلي زيزو يقع. فخليتوه ان هو يطلع يسلم لكم اللعيب مره واثنين وثلاثه، وانتوا تستلموا اللعيب. يعني انتوا غلطتوا في الاول ان انتوا كبرتوا اللعيب، وبعد كده طلعتوا قلتوا لا ده احنا غلطانين ان احنا كبرنا اللعيب، فرحتوا مستلمين اللعيب شتيمه وقله ادب. اصل انتوا مش عشان مرتين ثلاثه بتجربوها مع بعض اللعيبه اللي بتسمح ان هي تسمع شتيمتها بودنها وتطلع تاني يوم تجدد، وانا ما بغلطش في حد وما بلسنش على حد، ده مش معناه ان كل اللعيبه هتعمل كده. فعشان بس انا مش هطول في موضوع زيزو لان موضوع زيزو اتقال فيه كفايه قوي، فيعني مفيش كلام يتقال اكتر من كده. انا بس استغربت ان انتوا فعلا لسه في ناس بشوفها من جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا شايفه ان زيزو هو اللي عمل كل ده في نادي الزمالك، وان الاهلي هو اللي عمل كل ده وهو اللي خطف زيزو من نادي الزمالك بكل بقى العروض اللي الزمالك رفضها، بكل الحلول اللي الزمالك كان في ايده. برضه النادي الاهلي ولا غلطان. هنيجي بقى لقصه ابراهيم فايق مع تركي الشيخ وجماهير نادي الزمالك. طب بصوا يا جماعه، عشان بس موضوع تركي الشيخ ده احنا يعني او المستشار تركي الشيخ احنا بنهري فيه بقالنا من ايام بقى رجع الساعات يا خطيب، واصل انتوا خدتوا الفلوس من تركي الشيخ وجددتوا لعبد الله بس مشيتوا عبد الله، انتوا ازاي تعملوا كده والراجل حقه يتضايق منكم ومش حقه يتضايق منكم. بص بقى يا سيدي، نادي الزمالك كان متضايق، او مش نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، ومش كل جماهير نادي الزمالك، دي جماهير الزمالك بتاعت السوشيال ميديا اللي هي سايقه النادي. ولو في حد بيتفرج عليا من جماهير نادي الزمالك المحترمه لازم تبقى فاهم ان انتوا اللي عاملين في نفسكم كده، وجماهيركم اللي عامله فيكم كده، مش النادي الاهلي على فكره اللي عامل فيكم كده. تمام؟ لان زي ما قلت لك قبل كده، اصل يعني هو يعني ربنا مش هيشوفكم مظلومين من 1907 والنادي الاهلي بيظلمكم من 1907 وهيسيبكم. يعني ده ضد الطبيعه، مش هقول لك حتى ضد الدين، ده ضد الطبيعه. تمام؟ ف بدايتنا مع قصه تركي الشيخ رجع الساعات يا خطيب، واصل لا قبليها يعني تركي الشيخ هو اللي بيصرف على النادي الاهلي، والفلوس دي جايه منين؟ وانتوا جايبين ناس من بره تدفع فلوس لعيبه ومش تدفع فلوس لعيبه، وعايزين العداله ومش عايزين العداله والكلام ده كله. اتخانقنا مع تركي الشيخ عشان قصه عبد الله السعيد، وانتوا ليه خدتوا الفلوس من الراجل وعشان تجددوا لعبد الله ورحتوا بايعينه بعد كده. تمام؟ مع ان النادي الاهلي كان حقه مليون في الميه. انت حضرتك جاي بتدعم النادي، مالكش دعوه الفلوس دي بعمل بيها ايه، انت بتدعم بفلوس، اخد الفلوس دي بقى اعمل بيها ايا كان، انت مالكش فيه. اصلا انا ما خدتهاش يعني حطيتها في اكياس شيبسي وبوزو، انا جبت بيها لعيب وبعد كده حسيت ان انا مش محتاجه خلاص رحت بايعه، فانا حر. انت لو مش عايز تدعم ما تدعمش. تمام؟ مع كل الاحترام للمستشار تركي الشيخ، احنا هنا مش بنرجع القديم، احنا بس بنتكلم على يعني ايه خطوات جماهير نادي الزمالك في انتقاد اي علاقه النادي الاهلي بتركي الشيخ من اول ما ابتدت لحد النهارده. بعد كده حصلت الخناقه، فبقى رجع الساعات يا خطيب، وبقوا فرحانين قوي وشمتانين في النادي الاهلي ان تركي الشيخ بيطلع كل شويه يعمل بوستات بقى يعني ضد احمد شوبير ومش عارفه مين ومين 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 والكلام ده كله. تمام؟ رجعت العلاقه. ولما طلع مرتضى منصور في خلال الفتره دي قبل بقى اصلا الصلح مع كابتن محمود الخطيب اصلا من تركي الشيخ، وطلع مرتضى منصور المستشار المحترم مرتضى منصور طلع قال لك المستشار تركي الشيخ كان متولي رواتب لعيبه كتير قوي في الفريق، وهو كان مسؤول الصفقات وكان ايد الزمالك او اعطى للزمالك فلوس كتير عشان صفقات كتير. راح جماهير نادي الزمالك عامله ايه؟ ايه؟ مش سامعك بالدي جي، انت بتقول ايه؟ احنا خدنا فلوس؟ مين ده اللي ادانا فلوس؟ احنا ما اديناش، رجع الساعات يا خطيب. طب ما ليه؟ اشمعنى انت لما خدت فلوس عملت نفسك اطرش؟ فرق لنا احنا بقى ان انت خدت فلوس ولا هو دعمك، ولا كان اشرف بن شرقي بيدفع مرتبه، ولا مش عارفه مين كان بيدفع مرتبه، فرجاني ساسي اللي هو بعد ما اصلا ما خلع ايده تاني بعد الصلح مع كابتن محمود خطيب من نادي الزمالك، كل ده بقى بح. فانت متضايق ليه من علاقتنا مع مستشار تركي الشيخ؟ هنيجي للبوست، خلينا بس ماشيين. فدلوقتي انت معترض ومتضايق، انا هاجي للبوست هقول لك البوست، بس انا عايز بس اعلق على اللي انتم معترضين عليه دلوقتي. حضرتك رايح بتتكلم ان ابراهيم فايق ده دلوقتي هو ده الدول، انا اسف ان انا بقول كلمه زي دي، انا بنقل الكلام اللي اتقال في البوست يعني، وان هو مش عارفه ايه فلوس، وان هو خدام مش عارفه ايه، عشان المستشار تركي الشيخ قال له انا عايز الاستوديو التحليلي كله تالتة شمال ومش عايز في الاستوديو. الراجل عنده حق والله العظيم. انت لو فكرت فيها، طب ممكن اسالك انت سؤال كمشجع زملكاوي، هل انت شايف فعلا ان الزملكاويه اللي بيطلعوا في البرامج، طبعا مش كلهم وما اقدرش اعمم عليهم كلهم، بيقولوا الحقيقه؟ طيب انا مش هتكلم على مع ابراهيم فايق تحديدا، انا هتكلم بشكل عام. هيثم فاروق في قناه بي ان سبورتس
اعتقد مفيش حياديه اكتر من كده. لما اتسال مصطفى فتحي اللي هو اصلا نزل في الشوط الثاني، ولا ساعتها امام عاشور اللي كان مسجل هدف، انا مش فاكر القصه بالظبط، بس انا فاكر، مش فاكر بالتفصيل بس انا فاكر الحدث. وساعتها مصطفى فتحي اللي نازل في الشوط الثاني تقريبا في اواخره قال لك لا، اصل انصافا بين مصطفى فتحي وامام عاشور، فلما قال له لا لازم تقول لعيب واحد، قال لك مصطفى فتحي اللي اصلا ما لعبش من اول مباراه، هو رجل المباراه. على عكس المباراه ساعتها اللي امام عاشور قال ما فيش اتنين في مصر، اتنين في مصر اختلفوا ان امام عاشور كان يستحقها. هي دي الناس اللي انت عايزه تبقى في الاستوديو التحليلي، يعني ده مثال. دي الناس اللي انت عايز تبقى موجوده، ناس تطلع تقلل في الاهلي عشان بس انت تبقى مبسوط ان البطوله دي فيها حياد، بطوله انت اصلا ما شمتهاش وممكن ما تشمهاش لو فضلت انت كجماهير بالعقليه دي. حتى سيبك من النادي، ما اصل هو النادي مش متساب كده لله في لله، ما انتوا اللي عاملين كده في ناديكم. انا مش فاهم انتوا نظريه مؤامره ايه؟ هو مين اللي انتخب كابتن حسين لبيب؟ ومين اللي قبله انتخب مستشار مرتضى منصور؟ لو انتوا شايفينه برضه ان هو كان راجل ظالم ومفتري على النادي، هو مين اللي عمل كل ده؟ مش جمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك، ولا هو النادي الاهلي اللي عينهم؟ القرارات اللي بتطلع العشوائيه اللي بتطلع من مجالس ادارتكم، النادي الاهلي هو اللي بيطلعها. العقوبات اللي بتنزل على نادي الزمالك كل حد واربع، هي ده النادي الاهلي اللي عامله ولا دي مشاكلك انت الشخصيه؟ ونرجع بقى تاني ان احنا عايزين نفس المعامله ومش نفس المعامله والكلام ده كله. فهنيجي للبوست، بس قبل البوست عايز اعلق على حاجه على موضوع زيزو، لان انا في حد بعت لي التعليق ده وقال لي يعني انت بتعترفوا ان انتوا حراميه وانتوا قعدتوا مع زيزو قبل الميعاد القانوني ومضتوه والكلام الهبل ده. طيب خليني بس ارد على الموضوع ده. حضرتك انا مش مشكلتي ان انا قعدت مع لعيب، مبدئيا اللعيب كان فري فانا قعدت معاه، انا ما اقدرش امضيه بس انا قعدت معاه. انا بقى مضيته وحطيت تاريخ، سبت العقد فاضي ما سبتش عقد فاضي، تمام؟ ده ذكاء مني، ده مش نصب واحتيال زي ما انت بتتكلم فيه. انت لو تعرف تعمل ده هتعمله، هتقعد تقول في الاخر دي شطاره وهو ده سوق الانتقالات، اصل ما هو العالم كله كده. لكن انت دلوقتي عشان مضرور طالع مطلعني انا الحرامي النصاب، لكن انا لا حرامي ولا نصاب. انا لا خدت اللعيب غصب عنك، ولا سجلته في وقت ما ينفعش اسجله فيه، ولا طلعت العقد في وقت ما ينفعش اطلعه فيه. انا كنت ماشي قانوني مليون في المية. ان بقى كان بيحصل من وراك وان انت متضايق ان كان بيحصل من وراك، دي مش مشكلتي، دي مش مشكلتي نهائيا. انت اللعيب كان عندك وكان تقدر تجدد له، لكن ما جددتلوش. بتلومني انا ان انت ما عرفتش تجدد لعيبك؟ طب هعمل لك ايه طيب؟ فنيجي للبوست بقى والتعليق اللي انا عايز اعلقه على القصه دي. ببساطه جدا، الجماهير اللي طالعه دلوقتي تغلط في ابراهيم فايق ان انت كلب مش عارفه ايه والكلام ده، وانا مش هعيد الغلطات تاني، هي نفس الناس اللي طلعت لما الاستاذ ممدوح عباس طلع من يومين قال انا ملتزم بس بالتزاماتي الحاليه مع نادي الزمالك، غير كده ما تطلبوش مني فلوس تانية، انا ماليش دعوه بالقصص دي خالص. وترى الكومنتات لا وابوس ايدك وعايزين صفقات واللي انت وعدتنا بيه النادي كده هيقع، ارجوك ما تسيبناش، وابوس في الايادي وابوس في الرجلين. دي الناس اللي بتقول على ابراهيم فايق كلب فلوس. على الاقل ابراهيم فايق فعلا شغال بياخد فلوس. حضرتك بتعمل كده من غير ما يبقى انت حتى ليك اي فايده، انت مش مستفيد اي حاجه، انت بتذل نفسك وبتزيد نفسك على الفاضي. وجديرا بالذكر يا جماعه، هو مش مستشار تركي الشيخ برضو احمد عفيفي شغال في قنواته؟ ولا انتوا فعلا زي ما حصل قبل كده لما احمد عفيفي حصل مشكله مع تركي الشيخ من فتره برضو مع جماهير نادي الزمالك، وطلعت الناس طلبت باحمد عفيفي ان هو يسيب الشغل، طلعت ناس قعدت تقول لك حرام يا جماعه سيبوه ياكل عيش، ده اللي فاهم فينا ومش اللي فاهم فينا ومش عارفه ايه. لكن دلوقتي انتوا بتطالبوا ابراهيم فايق ان هو يسيب الشغل، وبتطالبوا كل الناس الزملكاويه اللي شغاله في الاستوديو ان هم يسيبوا الشغل. طب انا اراهنك يا سيدي ان المستشار تركي الشيخ لو طلع بكره قال انا عندي صفقتين لنادي الزمالك مستعد اعرضهم، هنرجع تاني نرجع الساعات يا خطيب، واوعى ابو ناصر الحلو الجميل بعد ما انتوا عمالين نازلين شتيمه فيه هو وابراهيم فايق. فبس كده يا جماعه، ده كان تعليق على الاحداث العبثيه اللي بنشوفها من بعض جماهير نادي الزمالك، جماهير السوشيال ميديا لنادي الزمالك، وانا مصنفهم جماهير السوشيال ميديا لنادي الزمالك لان دي الناس اللي ليها صوت. فكروا كده يا جماهير نادي الزمالك لو حد بيتفرج، جماهير نادي الزمالك المحترمه لازم تبدا تدافع شويه عن ناديها قصاد الناس اللي مسوقه سمعه النادي، اللي ملبساكوا في حيطه وانتوا عمالين بتلبسونا احنا المشاكل. احنا النادي الاهلي، احنا ما جيناش جنبكم. الموضوع يعني مش محتاج اصلا نظريه مؤامره، الموضوع محتاج ب3 جنيه تفكير هتفهم ان هي مالهاش علاقه بالنادي الاهلي. كل العبث اللي بيحصل ده ملوش علاقه بالنادي الاهلي، دي اخطاء من عندك انت داخليا وبسبب جمهورك.
بس كده، شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.